حابب تعمل فلوس كتير، تشتري عربيه، تشتري فيلا وتسافر بره، تحقق كل احلامك في مجال العقارات وداخل عشان فلوس بس، لف وارجع تاني لان ده كده مش مكانك. مجال العقارات مجال كويس جدا، ممكن تحقق منه كل ده، بس لازم تكون داخله وانت معاك اكتر من حاجه زي مهارات سوفت سكيلز وورك سكيلز. يعني اولهم يكون عندك مهارات البيع، مهارات الاقناع، مهارات التفاوض. عندك اكتر من مهاره، ولازم يكون عندك طموح. طموح حلو جدا، الطموح هو اللي هيخليك تعمل كل حاجه. اما بقى تالت حاجه وهي الحماس، صدقني لو داخل اي مجال جديد من غير حماس فلف بجد وارجع، لانك مش هتحقق فيه اي حاجه. الحماس هو الدافع اللي بيحركك كل يوم، اللي بيجدد لك طاقتك وبيجدد لك نشاطك، واللي بيخليك تقدر تستخدم مهاراتك عشان ترضي طموحك، فبرضه مش هتحقق اي حاجه. ولو بتعمل كل اللي فات ده من غير رابع واهم حاجه وهي المجهود، بس صدقني برضه مش هتحقق اي نتائج. ممكن تكون شاطر جدا، ممكن تكون موهوب قوي، بس صدقني من غير مجهود ومجهود متجدد عمرك ما هتحقق اي حاجه. ولازم تركز في كل التفاصيل، من اول مكالمه، من اول ميتنج. يعني مثلا سلمت على العميل ازاي وهو سلم عليك ازاي، وطريقتك معاه في الكلام كانت عامله ازاي، وحتى في التجهيز من قبل الميتنج. هل شكلك ومظهرك كان مرضي وبيعبر عنك وعن شركتك بجد؟ وريحتك كانت عامله ازاي؟ ما ينفعش تنزل تقابل عميل وانت شكلك كده وخلاص. ما ينفعش العميل يشتري منك وهو مش مشتريك انت شخصيا. وبجد لازم تكون مركز ان لبسك يكون مناسب مع المكان اللي انت رايحه، ولازم تكون نازل اي ميتنج مش معتمد على الاربع حاجات اللي فاتوا دول بس، لا ده انت لازم تكون فاهم منتجك كويس. هل انت فاهم منتجك 100%؟ طيب هل انت فاهم منافسينك 100%؟ طب هل انت عارف ايه الكومبيتيتيف ايدج او الميزه التنافسيه عندك، او اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت؟ كل دي حاجات مش بسيطه خالص، ودي اللي بتفرق بياع عن التاني. كده كده البيعه هتيجي ما تقلقش، بس لازم انت تكون مركز في كل التفاصيل وبتعمل اللي عليك وبتتصرف مظبوط. اهم حاجه انك تعرف تبيع نفسك للعميل، تبيع شركتك للعميل، انه يقتنع بيك. صدقني العميل لو اشتراك هيشتري معاك. ولازم يكون عندك معلومات عامه، تكون مثقف يعني، وتكون اوير باللي بيحصل في الدنيا. يعني مثلا يكون عندك شويه معلومات في الذهب، في الكوره، في العقار، في الطب، عشان تقدر تتكلم مع العميل في حاجات بعيده عن البيع وتفك التنشن كده. لان ده مهم انك تلاقي حاجه كومن بينكم او مشتركه، وانكم تبقوا صحاب. وطبعا لو عملت كده هتعرف تفتح مجال للدردشه والنقاش بعيد خالص عن البيع والشراء. وخليك فاكر ان العميل ما بيحبش اللي يبيع له، يحب اللي يشتري له. وبكده اكون خلصت اللي انا جاي اقوله لك. يا رب تكون استفدت. اتاكد انك عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومفعل زر الجرس عشان يجي لك نوتيفيكيشن باي فيديو جديد بنزله. انا جاسم وليد، سلام.